بتقول لي انت فاشله وبتروحي تجيبي زباله السوق، وايه القرف اللي انت بتجيبيه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا جماعه ده انا جايبه شويه حاجات النهارده من السوق، قسما بالله عسل. ايه الجمال والحلاوه دي يا جماعه؟ ده يعني حاجات ربنا اللي مطلعها من الارض، ازاي تقولوا عليها زباله ومش زباله؟ يا جماعه عيب، النعمه تزول من وشنا. انا جايبه شويه حاجات في سكرتهم وعسلتهم ما شفتش بصراحه. ولا هي الحاجات الفاكهه المصريه والخضار المصري بيبقى بالطعامه دي؟ انا مش عارفه بصراحه. طبعا انا ما روحتش في حياتي بلد بره مصر، في حياتي ما طلعت بره مصر. لو انا طفله صغنطوطه عندي سنه ونص ولا حاجه ولا سنه رحت السعوديه وكده، لكن اكيد انا مش فاكره يعني. بس انا ما في حياتي غير كده ما طلعتش بره مصر. فبصراحه الفاكهه المصريه، اللي ما دقش الفاكهه المصريه فايته كتير قوي. بتهيألي الناس اللي بنصدر لهم الفاكهه بتاعتنا يقدروا يشهدوا بحاجه زي كده. المانجا المصرية والعنب المصري والشمام المصري والتفاح المصري، لا الامريكاني بيبقى احلى. وايه تاني؟ والبطيخ المصري، وفاكهتنا كتير قوي، والمشمش والخوخ والبرقوق والتين البرشوم والتين الشوكي، كل الحاجات دي خطيرة. البامية المصرية بقى، البامية المصرية. نزلت السوق النهاردة يا ولاد، جبت شوية بامية، قلت هفرزهم بقى، لان النهاردة طبعا انتوا عارفين خلاص البامية دي بتخلص بسرعة، وانا ما فرزتش لسه باميه السنه دي خالص. فجبت لي شويه باميه حلوين كده نفرزهم مع بعض، وهقول لك ازاي تفرزيها وتطلع معاكي عسل. جبت ايه تاني يا ولاد؟ جبت شويه فلفل اخضر. هاتولي اللي بتقول زباله السوق، زباله ايه يا ولاد؟ استنى انا هوريكي الفلفل، هقرب لك منه دلوقتي وتشوفيه، تشوفي وشك في مرايه كده، مرايه بصرف النظر عن اللي حوالينا، خلينا في الحاجات. الفلفل قمر جميل، كيلو ونص ب10 جنيه. نسيت اقول لكم الباميه بكام. الباميه جبت 8 كيلو ب100، يعني الكيلو ب12 جنيه ونص، الكيلو ب12 جنيه ونص، 8 كيلو ب100 جنيه. جبت لي ب100 جنيه باميه، والاسبوع الجاي لو لقيتها رخيصه برضو ب10 جنيه ب12 جنيه هتبقى رخيصه، لان هي كتير قوي الباميه يا جماعه. النهارده السوق كان عباره عن باميه. طيب خلينا في العنب القمر ده وحش، ده زباله. انا جبت الكيلو ب30 جنيه، جبت 3 كيلو ب90 جنيه، بس عنب تاكليه، مش اللي انا كنت جايبه الاسبوع اللي فات اللي كان بايظ. هو ده بقى فعلا اللي اتقال عليه استغفر الله العظيم يا رب. طيب الشمام القمر ده، طب انت جايبه الشمامه مفتوحه ليه؟ هقول لك على حاجه، الشمامه دي انا كنت شاكه في امرها، فخليت الواد فتحها لي عشان ادوقها، والله بجد فتحها لي ودقتها لقيتها عسل. قلت له يلا يا ابني اوزن وهاتها. تمام. رحت بقى زي ما انتم شايفين كده. جبت ايه تاني زي ما انتم شايفين. جبت خيار البطاطس دي جبت البطاطس ب6 جنيه الكيلو. جبت 5 كيلو بطاطس ب30، 5 في 6 ب30 جنيه، 30 جنيه. طيب العنب بكام؟ ب30 جنيه الكيلو، دول 3 كيلو ب90 جنيه. طيب الشمام بكام؟ الشمامتين دول ب40 جنيه. 5 كيلو الا ربع، هم قطعوا 5 كيلو الا ربع ب40 جنيه، يعني الكيلو مش مكمل حتى 10 جنيه، قولي ب8 مثلا، قولي الكيلو ب8 جنيه. بس عسل عسل عسل، العسل كمان يعني هناكل واحدة والتانية هفرزها في الفريزر. هقول لك ليه بفرزها في الفريزر. الطماطم بكام؟ الطماطم جبت 3 كيلو ونص ب20 جنيه، 3 كيلو ونص قوطة ب20 جنيه. طيب تعالي بقى نوضب الخضار بتاعنا بسرعة كده ونشوف هنعمل فيه ايه، عشان الحاجة ما تتهدرش والدنيا حر والحاجة تبوظ، لا حرام خسارة، يعني تعبانين في الحاجة والحاجة بفلوسها، نغسلها وننضفها كده، واللي عايز يتحط في التلاجة يتحط، واللي عايز يتحط في الفريزر يتحط، والعيال اللي عايز ياكل حاجة من العيال بألف هنا وشفا. فلا هي الفاكهة جميلة بصراحة، والفاكهة المصرية يا جماعة مسكرة قوي. الشمام اللي انا جايباه ده تقولي هو فعلا اسمه شهد، على فكرة هو اسمه شهد، وفعلا هو شهد، عسل نحل كده، سبحان الله. العنب العيال بقى، مش بقول لكم العيال هيبداوا بقى يجوا يصحوا، كل واحد عايز حته عنب، فاديهم كل واحد يدوق كده على ما احطه في التلاجة ويسقع، ونغسل بقى بعد كده، بس لما يسقع كده بيبقى احلى بصراحه. تمام. تعالوا بقى نشوف الشمام بتاعنا ده، هيبوظ، الجو حر طبعا، الجو حر، فقلت ده هنقذه على طول. هتقولي طب ما تحطيه في التلاجة، ما فيش مكان في التلاجة يعني انا هحاول ارمي حاجات منها علشان ازنق كده الخضار اللي انا جايباه ده. طيب جبت علبه بلاستيك، او يعني اللي هي البيضه دي، علبه بلاستيك او جردل بلاستيك او اي حاجه. هنضف بقى الشمامه بتاعتي وابدا ان انا اقطعها واحطها في العلبه البلاستيك دي واحطها في التلاجة، بحيث اللي عايز ياكل على طول. هنضفها لهم كده وياكلوها على طول بالهنا والشفا.
جميل جميل يا جماعة، مسكر بطريقة لا تتخيلوها. أكيد لأ، أكيد انتوا متخيلينها، يعني أكيد الناس اللي دقته عارفين هو قد ايه مسكر. لا 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 لا، من كتر السكر اللي فيه كده يعني عسل عسل نحل. كفاية بقى، ده انت بتقولي شعر. ايوه طبعا، حطوا له لايك يا ولاد، حطوا للشمام اللي انا جايباه ده لايك. اشتركي في القناة. طب يعني انا مش فاهمة والله، مش فاهمة الناس ما بتشتركش ليه. لا بيشتركوا بصراحة، بس انا عايزة اشتراكات اكتر، عايزاكم تزيدوا كده وتكتروا علشان عيلتنا كده وقناتنا كده تكبر كده وتبقى قناة يعني 10,000 مشترك مثلا. 10,000 مشترك، يا سلام، فرحوني يا ولاد ووصلوا قناتي 10,000 مشترك، افرح قوي. طب صليتوا على النبي يا جماعة، يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. فات رمضان وجري جري رمضان بأيامه الحلوة وأيامه اللي كلها يعني عتق من النيران واستجابة للدعوات. خلاص فات رمضان، وفات العشر الأواخر من رمضان، وفاتت ليلة القدر، وفات العشر الأوائل من ذو الحجة، أيام جميلة. وفاتت يوم وقفة عرفات والدعوات الحلوة اللي دعيناها. بس ربنا لسه موجود، وقيام الليل لسه موجود، ولسه ربنا بيتنزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأستجيب له. يعني لسه رحمة ربنا موجودة. ما خلاص، مش معنى ان رمضان عدى والايام الحلوه اللي كلها طاعات وكلها استجابه للدعوات عدت يبقى خلاص كده، لا. ما نبقاش يا جماعه بنعبد ربنا موسمي. الكلمه دي انا شفتها وقريتها وجعت قلبي. يا استغفر الله العلي العظيم، يا رب استغفر الله العلي العظيم. ينفع ان احنا نعبد ربنا كده في المواسم، في المواسم وفي رمضان وفي العيد الكبير وفي الوقفة وبعد رمضان، وبعد ما الحاجات دي بتخلص خلاص نرجع بقى للمعاصي تاني، ونرجع للغيبة والنميمة وي نرجع للحاجات الوحشة دي قوي تاني؟ لا لا، نحاول بقى على قد ما نقدر ان احنا نجتهد في الطاعات، لان الدنيا والله العظيم الدنيا متفاتة يا جماعة، الدنيا متفاتة، مفيش حد هيخلد في الدنيا دي، احنا مش هنعمر في الدنيا. فاعمل يعني اعملي لاخرتك، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. الصلوات وقيام الليل يا جماعة، اوصيكم ونفسي. انا مش هنظر عليكم واقول لكم ان انا البت مقطعة سجادة صلاة في قيام الليل، لا ما بعملش كده. بس انا عايزاكم تشجعوني واشجعكم، ناخد عهد كده على نفسنا ان احنا قيام الليل ده ما نفوتوش ان شاء الله. لا ما بص، اقول لك على حاجه، كنت اقول لك ان شاء الله ركعتين بس، لا انت لو اتوضيتي وصحصحتي كده وهتقومي تصلي، هتصلي ركعتين بس. بالعكس، ده تلاقي نفسك بتصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين في 8 في 9 في 10، تلاقي نفسك صليتي كتير. بس انا بقول لك يعني انت لو خلاص تعبانه او مش قادره، ما تفوتيش قيام الليل. وبوصيكم وبوصي نفسي، لان انا مش بصلي قيام ليل، ولو صليت ما بيبقاش كتير، بسيط جدا، كل فين وفين بصراحة، ما اكذبش عليكم، كل فين وفين. فلا انا مش عايزة ان شاء الله باذن الله من هنا ورايح مش عايزة افوت قيام الليل، مش عايزة لساني يبقى يعني يتعود يعني على الكلام السيء، على الغيبة والنميمة والكلام اللي يضايق اللي قدامي. انا كده الحمد لله يا رب، انا مش من نوعية الناس اللي بضايق الناس بالكلام، لا انا مش من نوعية الناس دي خالص. فالحمد لله ميزة من مميزاتي، يعني كل واحد فينا فيه مميزات، ما اكيد احنا كلنا، كل الناس اللي بتتفرج عليا والعالم كله والدنيا كلها، اي شخص في الدنيا بيبقى فيه مميزات وفيه عيوب. فدي من ضمن المميزات بتاعتي، ان انا ما ببداش بان انا اذي حد، بحافظ قوي على لساني، بحافظ قوي على كلامي، وبعمل حساب قوي اللي قدامي. في ناس بتبقى مؤذيه يا جماعه، في ناس لسانها بيبقى مؤذي على المطلق كده، اللي هو انت حتى لو اللي قدامك ده ما اذاكيش، لا هو انت برضو مؤذيه. فانا لا يا ربي، لا انا مش من نوعيه الناس دي خالص، الحمد لله الحمد لله. وتلاقوني في حالي جدا، في حالي قوي. فلا، وعايزين برضو، بس بقى فيا برضو عيب طبعا، انا زي ما بقول المميزات اللي فيا بقول العيوب. فيا عيب ايه هو؟ ان لو مثلا بتكلم مع حد، اي حد، وتيجي مثلا تجيب لي سيره حد فلانه والفلانه دي، انا ببقى متضايقه منها مثلا، تلاقوني ايه، اقعد اسمع بقى، اقعد اسمع الكلام اللي بيتقال عليها مش عارف ايه واتفاعل كده في الكلام واخد ودي في الكلام. دي اسمها غيبة ونميمة، طبعا ما ينفعش. عايزين برضو نبطل الموضوع ده، احنا الستات اساتذة في الموضوع ده. فانا فيا العيب ده بصراحة، انا معترفة ان انا فيا العيب ده. لو حد جاب قدامي سيرة حد بخوض مع استغفر الله العظيم يا رب، كنا نخوض مع الخائضين، بس مش في الاعراض، لا حاشا لله، مش قصدي كده، لا يعني نخوض في الكلام. ممكن لو اي حد اتكلم على اي حد تلاقيني زي الفل ما شاء الله، يعني زي الفل.
فلا لا بجد عايزة أقلع عن العادة السيئة دي. ايه تاني؟ قراءة القرآن يا جماعة. للأسف الشديد برضو أنا مش بقرأ قرآن كتير. موسمي شبه موسم، استغفر الله العظيم يا رب. تلاقوني في رمضان، في العشرة الأوائل من ذو الحجة، مش عارف ايه كده الأيام دي. لكن بقى في باقي أيام السنة لا، المصحف بيبقى عليه تراب، استغفر الله العظيم يا رب. وده طبعا ما ينفعش، ما ينفعش. عايزين كده ناخد بإيد بعض، نشد أزر بعض في الموضوع ده، علشان بإذن الله كلنا كده يا رب نفوز بالجنة ونعيم الجنة ونفوز بالفردوس الأعلى. كلنا دعينا في يوم عرفة، كلنا، وكله كان قلبه بينفطر كده من البكا كده ومن الدعاء. تخيلي بقى ان يوم عرفة ده موجود زي كل يوم، كل ليلة موجود زي يوم عرفة ده. كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ربنا بيتنزل للسماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، وهكذا. فربك موجود في كل وقت وفي كل حين، وسامعك في أي وقت. احنا بس نقول يا رب وندعي ونحاول ان احنا نصلح من نفسنا ونتغير للأحسن يا رب، لحد ما نوصل كده لأعلى مكانة إن شاء الله بإذن الله، لحد ما ربنا كده يباهي بينا الملائكة، يبقى سيرتنا كده وكلامنا كده يبقى موجود فوق في السماء. الله الله، جميلة أوي الناس دي ما شاء الله. احنا طبعا ولا واحد على مليون من الناس دي، بس إن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل كده بمجاهدة النفس دي. وحشة قوي النفس دي. أنا بقول إن النفس أمارة بالسوء أكتر من الشيطان. والله بجد، انت الشيطان الرجيم بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص بيختفي من قدامك او خلاص. لكن النفس صعبة. اللي بيعرف فعلا يتغلب على نفسه ويقومها ويأدبها كده، يبقى هو ده فعلا اللي فاز. انتوا فاهمين قصدي يا جماعة؟ انا بصوا، انا ما بعرفش يعني اتكلم في الحاجات دي قوي، كلامي مش منمق كده، بس هو اكيد كلامي طالع من القلب وداخل لقلوبكم. بنتكلم كده بالبلدي كأننا ايه، قعدة ستات كده مع بعض، قاعدين اصحاب كده مع بعض، وبنرغي مع بعض، بس بنرغي في حاجة مفيدة، بنتكلم في حاجة مفيدة. هنا انا بعمل ايه؟ بقطع بقى الشمام بتاعي اللي هو العسل ده، قمر جميل مسكر جدا. حطيت جزء في التلاجة، وده الجزء اللي هحطه في الفريزر. عايزة اقول لك يوم الوقفة كان عندي كيس شمام في الفريزر، ورحت لا، كان عندي شمام في التلاجة. مش عايزه اكذب، هو ده يعني انا حسيت ان هو ممكن يبقى كده اللي هو من الفريزر للتلاجة. لا، خلينا نقول الحقيقه بالظبط، بس مش هتفرق ان انا اقول بالظبط. لكن انا ما كانش قصدي ان انا اكذب في الاول واقول لكم ان كان عندي كيس في الفريزر، هي جت كده معايا، لان انا ساعات كتير بيبقى عندي فاكهه في الفريزر وانتوا عارفين، فاختلط عليا الامر، فكان ممكن اعديها واقول خلاص انا قلت وخلاص كيس في الفريزر، اسكتي بقى. لا، ده احنا لسه بنقول ايه، نبعد عن اي حاجه تجيب لنا سيئات. لا يا بنت، صححي المعلومه اللي انت بتقوليها، حتى لو المعلومه دي مش هتفيدكم، من الفريزر من التلاجة مش هتفرق، هو كيس عصير وخلاص. المهم كان عندي شمام في التلاجة، دي الحقيقه بقى، دي الحقيقه. كان عندي شمام في التلاجة، ورحت مقطعاه ساعه وقفه عرفه، ورحت ضرباه في الخلاط مع شويه سكر وميه ساقعه. عايزه اقول لكم كان طعمه عامل زي عصير القصب كده، طعمه جميل قوي. بعد ما خلصت وعملت كتير، كنت عامله شفشقين ساعتها، بعد ما خلصوا كل اللي قاعد بقى كان يوسف برضه قاعد معانا، مفيش يا طنط عصير تاني، والعيال برضه مفيش تاني. فلا، جميل بصراحه، بيبقى حلو. فرحت بقى عاملاه كده زي ما انتم شايفين، بحيث لو مثلا جالنا ضيف جوزي يقول لي اعملي لنا عصير، اطلع شويه من العصير القمر ده واضربهم بقى في الخلاط، بيبقى ساقع بقى، احط عليهم شويه ميه عادي، ميه من الفلتر عاديين، ميه عاديه او من الحنفيه، ميه عاديه يعني، لان هو بيبقى متلج. انا هنا هروح احطه في الفريزر واجي على طول، مش هتاخر عليكم، خليكم واقفين. المهم ايه، تحطي عليه شويه ميه وشويه سكر، مش كتير لان هو اصلا مسكر، انت ممكن تحطي معلقه سكر على الشفشق او معلقتين سكر بالكتير قوي، لان هو مسكر جدا، سكره منه فيه. وتروحي بقى ضربهم في الخلاط، وبيبقى بيبقى عامل فوم كده. انا بحب الفوم ده قوي يعني، مش كل الناس بتحب الفوم اللي بيبقى عليه ده، بس انا بصراحه بحبه. بتكسروا ايه يا ولاد جوه، حرام عليكم. فبيبقى طعمه حلو، جربيه وهتدعي لي، من ضمن العصاير اللذيذه يعني. طيب هنا بقى طبعا الخضار بتاعي والحاجات بتاعتي، الجو حر وهتبوظ وهتدبل، يلا خلصي بسرعه، حطيهم في الاكياس وعلى الفريزر على طول، على الفريزر على طول، مفيش وقت.
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كنت هقع، كنت هتشنكل واقع الوقت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفرك ربي واتوب اليك. هو انتوا ليه مش هنا بقى ايه؟ كنت عايزه احط الحاجات في التلاجة بس مش لاقيه مكان، فقلت يا بنت ايه، طلعي الحاجات بقى اللي باظت دي وارميها في الزباله، وحطي بقى مكان الحاجات الجديده يعني. يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفرك ربي وأتوب إليك. وبس كده خلاص، خلصنا الفيديو بتاعنا، خلص على خير. اتمنى يكون فيديو خفيف ظريف لطيف كده على قلوبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.